مساء الخير ومساء الجمال على متابعيني الحلوين، يا رب دايما كده تبقوا بألف خير. بتوحشوني جدا على فكرة من فيديو لفيديو. لكن جايين النهارده بقى في فيديو حلو قوي وجميل يا جماعة. طبعا كلنا بنحب المعجنات والخبيز والفرن بقى والدفا في الشتاء، ونلم الولاد كده حوالينا وكوبايتين شاي او كوبايتين نسكافيه او شاي بلبن، ونقعد بقى ايه، نتكلفت كده في دفا بعض، ونتكلفت في حضن بعض كده، ونتدفى ونرجع كده ايام زمان الحلوة. بغض النظر بقى عن الموبايلات والإنترنت والمذاكرة والكلام ده، لأ، محتاجين كل يوم كده قعدة حلوة كده ولذيذة مع أولادنا، كل واحد يطلع اللي جواه، ونبقى يعني كلنا كده يعني واخدين بحس بعض زي ما بيقولوا. الفريسكا بصوا بطريقة سهلة وجميلة ومش مكلفة خالص خالص، وهقول لكم على تكة هتخلي الفريسكا حتى لو هتعمليها من غير لبن ولا بيض ولا زبدة، هتطلع معاكي حلوة جدا وطعمها تحفة جدا. طيب تعالوا بقى، دول انا هقول لكم مقدار، يعني هقول لكم مقدار المقدار الواحد. يعني انا مثلا مقدار نص كيلو، لو هتعملي نص كيلو دقيق، انا هنا عامله 2 كيلو دقيق، بس لو انت هتعملي نص كيلو دقيق هكتب لك المقادير بتاعه النص كيلو دقيق في صندوق الوصف. طيب بس خلونا نقول ان انا هنا حطيت دقيق، هقول لكم نص كيلو، بغض النظر عن الكميه اللي انا عاملاها. النص كيلو دقيق هياخد تمام معلقه كبيره، طبعا عشان دول 2 كيلو انا حاطه هنا ورقه المحسن كلها، او اللي هي الكيك شيف كلها، او البيكنج باودر كلها. يبقى النص كيلو دقيق هياخد معلقه كبيره. تمام. هياخد حوالي معلقتين سكر كبار، اللي هما معلقتين الاكل، معالق الاكل اللي بناكل بيها. هياخد نص معلقه كبيره خميره فوريه. هياخد رشه ملح. المكون بقى هياخد معلقه خل مثلا، وهياخد معلقه فانيليا او ورقه فانيليا، بما ان هي ما فيهاش بيض، بس الفانيليا هتديها طعم وريحه حلوه. المكون بقى اللي انت هتحطيه وفعلا هيديكي نتيجه فريسكا او معجنات تحفه، حتى لو انت عاملاها من غير لبن ولا بيض ولا زبده ولا كل الحاجات الريتش دي اللي بتدي طعم المعجنات بتاعتنا طعم حلو. كريم شانتيه خام. تمام. جربوا التكه دي في معجنات. تمام. وقولوا لي ايه رايكم، يعني قولوا لي الدنيا اخبارها ايه. معلقتين او 3 كريم شانتيه خام. انا للامانه بحط للنص كيلو 3 معالق كريم شانتيه خام. لو انتي مستكتره 3 معالق يعني مفيش مشكله، معلقتين لكن مش اقل من كده. تمام. لكن انا بحط 3 معالق. 3 معالق كريم شانتيه خام هيبقى طعمها تحفه. حطينا طبعا معلقه خل صغيره، قلنا الخل طبعا والبيكنج باودر عايزه اقول لكم بيبقى بديل محسن الخبز، فبتاخدي منه نتيجه حلوه قوي. النص كيلو دقيق كمان بياخد حوالي يعني نص كوباية زيت. تمام. آم، انا بحط او يعني بص، مش نص بالظبط، انا بحط اقل من نص، بحط حوالي تلت كوبايه زيت. بحط جزء منه دلوقتي اثناء العجن طبعا، وميه دافيه العجن، بحط جزء منه دلوقتي اثناء العجن، والجزء التاني بلم بيه بعد العجينه ما بتلم كده، بنعم بيه العجينه في الاخر. خلاص. يبقى تاني هقول لكم المقادير طبعا. هنرجع تاني للدقيق. قلنا الدقيق ده دقيق مخبوزات، اللي هو الدقيق اللي بنستخدمه بنجيبه من الفرن. الدقيق اللي ليه عرق، او لو هشتري من السوبر ماركت هكتب دقيق مخبوزات. دقيق للمخبوزات اللي هو نسبة الجلوتين فيه بتبقى عالية. نص كيلو دقيق عليه 3 معالق كريم شانتيه خام، عليه نص معلقة كبيرة خميرة فورية او معلقة صغيرة مفيش مشكلة مليانة. عليه معلقة بيكنج باودر، عليه معلقتين سكر، عليه رشة ملح ورشة فانيليا. تمام. وهحط تلت كوباية زيت او اقل من النص بحاجة بسيطة. هحط جزء منها اثناء العجن، والجزء الباقي اهو زي ما انتم شايفين العجينة لمت، انا عجنتها ولمت. هحط الجزء الباقي دلوقتي اهو. بصوا بعد ما لمت العجينة بقى شكلها عامل ازاي، خلاص يعني قربت. هحط الجزء الباقي بقى من الزيت، هنعم بيه العجينة. حلو حلو. هفضل بقى اعجن فيها، انا عايزه قوام عجينه طري طري، بس مش ملزق. هفضل اعجن فيها لغايه لما العجينه تنعم معاكي، حتى لو انت بتعجني على ايدك مش اقل من 10 دقايق ربع ساعه. روحي بقى وتعالي وافتكري المذاكره، وافتكري اللي مضايقك، وافتكري الطلبات وشغل البيت وكل اللي مضايقك، وفش غلبك في العجين. تمام. سبتها بقى لغايه لما تخمر. بصوا بقى شكلها بقى عامل ازاي، تحفه جدا. بصوا بقى طريقه التقطيع بتاعه الفريسكا، بدل بقى ما نقعد نعمل كور ونستنى ترتاح تاني ونقعد نفرد الكور نبرم الكور كده زي الحبل ونفضل نلف على بعضها، لا. انا هحط العجينه كلها كده في طبق قدامي، مثلا طبق عشاء، او على الكاونتر او على الرخامه عندك، نضفيها وحطي عليها مفيش مشكله. تمام. انا نزلت العجينه كلها،
مش هتاخد معاكي وقت. وبسكينه بقى او بالمقطع زي اللي هوريهولكوا، طبعا انا مجهزه صواني دهناها زبده او سمنه او زيت زي ما انت عايزه، بس انا ما بفضلش الزيت في الدهن. يعني يا اما بحط حته سمنه يا اما بحط زبده، مفيش مشكله. بالمقطع ده او بالسكينه، وهبتدي اقطع حتت شرايط رفيعه من الكيك، والف كده الطرف على بعضه اهو، واحط الطرف تحت العجينه كده والزقه كويس واحطها كمان مره. عايزه اقولك اعملي، بصوا شريط رفيع، يعني حته صغيره هي هتمط كمان. انا عايزه اقولك ان انت كده ما فشتيش خمر العجينه، ما عصبتيش العجينه تاني، ما قعدناش بقى نقطع ونقعد نعمل دواير وكور ونسيبها ترتاح. العجينه بتتعصب معاكي، ممكن ما تلحقش ترتاح كويس، فتلاقيها مش فارده معاكي كويس، حته تخينه وحته رفيعه. لا كده سهل جدا. بصوا عايزه اقولك تعملي كميه، يعني الاتنين كيلو دقيق دول هيرموا معاكي 4 كيلو فريسكا. بصوا هوا. سبتها بقى اختمرت، بعد ما قطعتها سبتها اختمرت. الوش بقى، ما انا ما عنديش بيض بقى، انا مش هستعمل بيض. نستعمل بقى ايه؟ معلقه عسل اسود، تمام. وهسيحها كده بشويه ميه، مش ميه كتير يعني، ما خليهاش تبقى ميه بلون، لا يعني بصوا في المعقول، تمام. وهبتدي بقى بفرشه وهدهن وش الفريسكا. هدهن الوش وبراحتك، عايزه ترشي سكر من فوق رشي، مش عايزه ترشي سكر هتسيبيها ساده زي ما انت عايزه، مفيش اي مشكله. تمام. يبقى انا قطعت، سبتها تخمر تاني. انا بخمر قبل التشكيل، يعني بعجن وبخمر وبخمر تاني بعد ما بشكل. تمام. للوش تاني، بما ان احنا قلنا ان احنا بقى هنوفر ومش هنستخدم بيض خالص، فانا معلقه عسل اسود، تمام. سيحته كده بحبه ميه، وابتدي ادهن الوش بتاعها. دي كل الكميه اللي طلعت من الدقيق، تمام. عايزه اقول لكم طريه وخفيفه وهشه وتحفه. طيب الطراوه دي منين جايه؟ من نوع الدقيق، دي نمره واحد. نمره اتنين، الحاجه التانية جايه من ان انت العجينه تعجنيها كويس، وتخلي قوام العجينه يبقى طري، ما يبقاش ناشف ومقلبص كده وتخين معاكي، لا طريه بس مش بتلزق. بصوا بقى تحفه. جربوا الطريقه دي، والكريم شانتيه هيديها طعم وهشاشه ولون ابيض شاهق كده، طعمها بيبقى تحفه. جربوها ومش هتندموا صدقوني. يا رب تكون الفيديوهات بتفيدكم. ما تخافوش من المعجنات، لموا ولادكم حواليكم ودفوا ريحه البيت كده، ورجعوا الخير والدفى بتاع زمان. وما تنسوش اللايك والشير، اللايك للفيديو والشير للقناه وسبسكرايب لو لسه ما اشتركتيش. تمام. اشوفكم بقى الفيديو اللي جاي واقول لكم باي باي.